في الجزء اللي فات من حكاية تشو شفنا لما الكل اتصدموا ان تشو طلع الاول في الاختبار، واللي اتصدم بالاكتر الواد كاي لما قال لا اكيد المدير غلطان، اكيد البيانات دي كلها غلط وهقدم طلب بالغاء التقييم ده. بس بعد كده بقى المدير بيقول له في عالم الاشباح وصلت نسبة انجاز تشو ل 120%، ورغم ان انا شايف ان دي حاجة مش ممكن تتصدق، بس البيانات دي بتتحدد تلقائيا من خلال عالم الاشباح، ودي حاجة مش ممكن تغلط ابدا. الواد كاي بقى هيعمل ايه وهيتصرف ازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي، بس يا ريت الاول تذكر الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزع بقى اللايك الجميل ويلا بينا نكمل يا صديقي. بنشوف جيم بتقول انت ازاي عملت كده؟ ازاي اخدت درجة عالية زي دي؟ فبيرد تشو بيقول لها مالكيش دعوة. بعد كده بقى وفي نفس الوقت بيبدأ كل واحد فيهم يصح قوته، وساعتها بقى المدير بيقول زي ما هو متوقع معظم الطلبة صحوا مواهب قوية. بعد كده بقى بيبدأ تشو يصحي موهبته هو كمان، فبيفرح المدير وبيقول الجامعة بتاعتنا ما شافتش طالب موهوب بالشكل ده، بقالنا سنين ما ظهرش عندنا حد كده. يا سلام بقى لو صح تقنية الامساك هيبقى قوي جدا، وكمان تقنية الامساك دي قدرة قتالية جامدة. وهنا بقى الشيطان الاسطوري بيقول بعد كده هيقدر يزود قوة مواجهة الاشباح ويقدر يقتلهم بتقنية الامساك. بس فجأة بقى بيصح تشو موهبة من المستوى اس، فالكل بيتفاجئ. وهنا بقى المدير بيقول واضح كده ان تشو هيصنع تاريخ الأكاديمية المرة دي. بعد كده بقى بتقول المذيعة تانج دي أول مرة أشوف فيها موهبة من المستوى اس. وهنا بقى الكل بيتساءل يا ترى إيه هي نوع الموهبة دي؟ بعد كده بقى مش بيظهر أي تأثير على تشو، فبيفتكر الكل إن موهبة تشو ضعيفة، وده بس لأنها من المستوى اس. وساعتها بقى الواد كاي بيطلع غله وبيقول أكيد موهبته هتبقى موهبة زبالة، ما هو كمان عيل زبالة. ولكن المدير بيقول الشيطان الأسطوري عنده موهبة من المستوى اس زي دي بالظبط. وبتقول تانج مواهب المستوى اس بتبقى حاجة مذهلة، وبالمقارنة بتشو فهو ولا أي حاجة جنبيهم. وبيقول الشيطان الأسطوري كل المواهب اللي ظهرت لحد دلوقتي مفيش أي حاجة فيهم تنفع مع المستوى اس، بس العملات اللي أخدها تشو كتيرة جدا، ففي حاجات كتير هتتغير. بعد كده بقى بتنتهي مرحلة الصحوة وبيجي وقت المكافآت، والكل بياخد من 3 ل 5 نقاط. بس هنا بقى النظام بيبلغ لين إن بسبب أدائه الرائع هياخد 18 نقطة و18,000 عملة شبح و10,000 ضربة حرجة. هنا بقى بيفرح تشو وبيقول لنفسه انا كده بقى اقدر اختار اللي انا عايزه في المركز التجاري، هقدر اشتري اي مهارة انا عايزها. واضح كده ان الموهبة دي حلوة قوي، مش زي ما الكل فاكر ان ملهاش لازمة. انا من رأيي ان دي افضل من اي مواهب تانية. بعد كده بقى وفي الوقت ده الكل بيفتكر ان علشان تشو هيصحي موهبة من المستوى اس يبقى ضعيف، فبتقرب منه جين وبتقول له يا ابني انت اتولدت علشان تبقى عبد عندي، ايه رأيك تيجي معايا واكون السيدة بتاعتك وساعتها يا عم هحللك كل حاجة. بس هنا بقى الشيطان الأسطوري بيقول لهم محاكمة الصحوة كده النهاردة انتهت، ومهما كنت صحيت قوة مواجهة الأشباح ومهما كانت قوية ولا لأ فدي مجرد نقطة البداية، وفي المستقبل تقدر تبقى مواجه قوي للأشباح. والأهم بقى من كل ده هو الخبرة في عالم الأشباح. وبالرغم من ان عالم الاشباح خطير الا انه ممكن يخليك قوي، والاقوياء الحقيقيين بس هم اللي اتدربوا في سجن الاشباح. بعد كده بقى المدير دي كان بيتكلم وبيقول اللي صحوا مواهبهم بعد التجربة دي انتم دلوقتي هتواجهوا اشباح حقيقية، ومن دلوقتي كل واحد فيكم لازم يتحمل المهمة ويقدر يطهر السجون اللي مليانة بالاشباح والسجون الغامضة علشان تساعدوا في بقاء واستمرار الجنس البشري. ويلا بقى علشان تركبوا ونرجع للأكاديمية، وفي 3 أيام هننظم لكم استكشاف علشان نخلص على الاشباح اللي موجودة حوالينا، واللي هيحقق انجاز كبير هياخد مكافآت كتير. ولو وصلت لمرحلة معينة هتقدر تروح للعالم الرئيسي للأشباح وتبقى مواجه حقيقي للأشباح. بعد كده بقى وفي الطريق تشو بيسأل صاحبه تشانج عن الموهبة اللي صحاها، فبيقول له إن هي ضعيفة ومفيش داعي يقول له عليها، هو كده كده هيشوفها زي الكل. بعد كده بقى بنشوف تشو بيقول الأيام ال3 في عالم الأشباح كانت مرهقة جدا عقليا وجسديا، وخصوصا الدقايق القليلة لما عميد مصحة الملك جه كان ممكن يخلص عليا في أي وقت، أنا بصراحة عايز أنام قوي. وبعد كده بقى بتخرج البنت الشبح علشان تستريح هي كمان وتنام.
بعد كده بقى وتاني يوم الصبح تشانج بيروح يصحي تشو، بس ساعتها بقى تشو بيتفاجئ انه لما بيصحى مش بيلاقي البنت الشبح. وهنا تشانج بيقول له في محل فتح في المدرسة واسمه الشر ممكن يعيط، احنا بقينا بنواجه اشباح حقيقية، يعني لازم ندور على حاجات تساعدنا في مواجهة الاشباح. فبيقول له تشو اخبار حلوة. بعد كده بقى بيروحوا المحل الشر اللي ممكن يعيط ده، اسم غريب قوي، وساعتها بقى الكل بيتزاحم هناك، بس بيتفاجئوا ان المطرقة بتاعت محل الشر ممكن يعيط غالية جدا. فبيغضب شوية من الطلبة، بس ساعتها بقى السيد تشين بيقول اللي مش عاجبه يتفضل يخرج بره. الشباب اليومين دول متدلعين قوي، بيفكروا ازاي يطهروا عالم الاشباح، وهم اصلا ما واجهوش شبح حقيقي قبل كده وعايزين ياخدوا طرق مختصره. ده غير كده انا اشتغلت كتير علشان اصنع الحاجات دي، ولو بعتها بره هيدفع عليها فلوس كتير قوي، ده انا كده هنا مرخصها لهم خالص. بعد كده بقى هناك بيتفاجئوا ان اقل حاجه في المكان تكلفتها 1000، وفي الوقت ده تشو بيشوف المطرقة بس بتكون مختلفة عن اللي أخدها في سجن الأشباح، لا وكمان أضعف بكتير قوي. فبيرد تشينو وبيقول له ده مش حقيقي، دي مزيفة، التانية بتساوي حياة الملايين من مواجهي الأشباح، يعني مش ممكن تتباع أبدا ب1000 عملة أشباح. فساعتها بقى تشانج بيقول له طب لما هو مش حقيقي اللي يخلينا نشتريه؟ فساعتها بقى السيد تشين بيقول له طب ومين قالك ان هي ملهاش لازمه؟ الحاجات المزيفه دي جواها قوه مقاومه للارواح، وبتستخدم مره واحده بس في اللحظات الحرجه علشان تخلص على الاشباح. فبيتفاجئ تشانج، وهنا بقى تشو بيقول خليني كده اخد كل ادوات المحل بتاعك او ادوات صرخات الشيطان المزيفه. فبيتفاجئ تشين وبيفتكره بيهزر، بس لما تشو بيطلع له 8000 عمله اشباح بيتصدم جدا. وساعتها بقى تشو بيقول له انا سلمتك الفلوس بايد واحده، سلم لي بقى البضاعه كلها بايدك. فبيقول له تشين انت جبت عملات الاشباح دي كلها منين؟ ده حتى مواجهي الاشباح اللي عندهم خبره مش سهل ان هم يجيبوا المبلغ ده، هو انت من اي عيله من عائلات مواجهي الاشباح؟ يا ترى ابوك وامك عارفين ان انت هتدفع المبلغ ده؟ فبيقول له تشو واضح كده ان انت مش عايز تبيع وعايز تتكلم، او مش عاجبك الصفقه. فبيرد تشين وبيقول له لا الموضوع مش كده، انا بس كنت عامل حسابي ان انا ادي واحده لحفيدتي، لان العدد اللي صنعته من مطرقه صرخات الشيطان قليل جدا. فبياخد تشو المعدات وبيقول له عادي تقدر تعمل لها واحده بعدين. فبيقول تشين الشاب ده استغل الفرصة وتصرف كويس، أنا مش عارف أشكره ولا أغضب منه. بعد كده بقى بيسأل تشو عن اسمه، وفي نفس الوقت بنشوف كاي بيجمع كل الفلوس اللي حيلته، وبيكون واخد صحابه الاتنين ورايح بقى علشان يشتري مطرقة صرخات الشيطان، وبيتباهى بنفسه وبيقول أنا طلبت من أبويا فلوس واداني 1000 عملة أشباح علشان المطرقة. وساعتها بقى زمايله بيقولوا له ال1000 عملة أشباح فلوس كتير قوي، وإن أكيد عائلة كاي غنية، بس يا عيني بيكونوا ما يعرفوش ان بطلنا دفع 8000 مش 1000 بس. وبيكمل كاي وبيقول لهم ابويا قال ان صعب ناخد مطرقه صرخات الشيطان الحقيقيه، واللي اكيد سعرها مش هيبقى اقل من 5000 عمله، فاكيد اللي ب1000 دي مزيفه بس ليها قيمه كويسه. بعد كده بقى بيطلع كاي ايد الشبح وبيقول لهم دي لا تعتبر اي حاجه جنب مطرقه صرخات الاشباح، فاكيد المطرقه دي حتى لو مزيفه هيبقى فيها طاقه مضاده للاشباح، والايد الشبح دي والدي اشتراها بس قصاد 2000 عمله. بعد كده بقى بيوصلوا المكان والمعلم كاي بيطلب بقلب مطرقه صرخات الاشباح، بس لسه بقى ما يعرفش ان تشو اشتراها كلها. يا ترى بقى رد فعل كاي هتكون عامله ازاي؟ وخصوصا ان لو اي حد تاني غير تشو اشترى المطرقه هيبقى بالنسبه له عادي، انما لو تشو هو اللي اشتراها فده بقى مش عادي خالص. بس ايه بقى اللي هيحصل بالظبط؟ ده بقى اللي هنعرفه في القسم اللي جاي ان شاء الله. فمش محتاج اوصيك اشترك في القناه وارزع كده لايك للفيديو علشان باذن الله يوصلك اي فيديو جديد ينزل على القناه. والاهم بقى انك تذكر الله وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.